وحشتوني قوي يا ولاد والله. مختفية عنكم بقالي فترة. انتوا عارفين بقى المدارس والدوشة والحاجات دي. رجعت لكم تاني وعايزين بقى ايه؟ لايك جامد كده للفيديو، التشجيع المحفز الفظيع اللي هطلع فيه كل الطاقة اللي عندي السلبية، بس هنقلبها لطاقة ايجابية تحفة. هنعمل النهاردة فطار كده. عايزة اقول لكم بقى كانت الشكشوكة وحشاني جدا جدا. هنعمل شكشوكة كده، وبعدين بعد ما نعمل الشكشوكة هنقوم بقى ايه؟ نشقلب الريسبشن. وكمان هعمل لكم جولة فيه كده. لا لا، استنوا الفيديو حلو قوي وهيدوكوا شوية كده ايه؟ طاقة. انما ايه بقى؟ من الاخر يعني. بصوا، قطعت كده طماطم وبصل وفلفل، وحطيت كده مكعبين من الزبدة عليهم كده مع معلقة من الزيت، ونزلتهم شوحتهم كويس جدا لحد ما يتبلوا شوية. نزلت عليهم بملح وفلفل. وعايزه اقول لكم بقى طعمها بيبقى تحفه. اول حاجه بقى عشان نبقى ايه كده مع بعض، اول حاجه احنا بنضاعف كميه البيض بالخضار، هو صحي جدا جدا. تاني حاجه ان احنا هنعمل ايه بقى؟ ان احنا بنعمل حاجه مغذيه للولاد. تمام تمام. زي ما انتم شايفين كده بعمل فطار انا وجودي. كان هنا سليم مشي بالسلامة على المدرسة، وطبعا بابا راح الشغل وخلاص مفيش غير انا وجودي. قلت هعمل كده فطار، مش هنعمل غير هو كده الشكشوكة والعيش مطلعينه على الرخامة من الفريزر، وكمان جنبها كده حتتين بتنجان مخللين عاملينهم كده في البيت على نظافة. ونفطر، ناخد الباور الجامد علشان نقوم نشوف احنا هنعمل ايه. ندخل بقى على الريسبشن. زي ما انتم شايفين كده، ما حبيتش اوجع دماغكم في شيل السجاد. انا شيلته خلاص، اللي هو بديل السجاد ده قلت لكم عليه تحفه جدا جدا يا بنات. شيلته اهو. طلعت بقى العده بتاعتي. المكنسه كده ايدي ورجلي طلعتها. وزي ما انتم شايفين كده انا عايزه اعمل تغيير. انا بمل بسرعه، فعايزه اعمل اي تغيير. كنت مدخله الشاشه جوه. فزي ما انتم شايفين كده مسكت الحفاظات، نفضتهم كويس جدا وحطيتهم كمان يتشمسوا كده في الشمس، علشان بقى لو الولاد كانوا مثلا ميه مدلوقه او مفيش حاجه تعمل ايه؟ ريحه مش لطيفه. فلا، حطيته كده السجاد يتشمس. وهدخل بقى على الريسبشن نقلبه قلبه. انما ايه بقى؟ قلبه جامده جدا. كنت عايزه اخد رايكم بقى. عايزه اشيل الكنبه اللي انا عاملاها كده حرف ال دي واغيرها، والدنيا فيها تراب. بصوا تراب. عايزه اقول لكم التراب ده يومين بس رحت عند ماما وجيت، يعني ما كانش اي حاجه خالص. عندي فرق كده في باب الشقه عايزه اعمله، بيدخل لي تراب كتير جدا. فعايزه بقى انقل بقى الكنبه واعمل شويه تغيير، احس ان انا غيرت خالص كده في الريسبشن. فهبدأ الأول إن أنا أمسك كنبة كنبة أنفضها وأشوف فيها حاجة محتاجة تتغسل، الكلام ده كله. بجيب المكنسة بقى وببدأ أشفط كده الترابة الناعمة دي. أنا ضد التنفيض يا جماعة. أنا حتى الحيطان لو اديتها تنفيضة بسيطة كده، لكن الأهم حاجة عندي الشفط أو الغسيل. إن أنا مثلا أمسك كده الموب وأعمل بيها الحيطان أحسن مليون مرة من إن أنا فاضة. ما التراب ده هيطير تاني على مثلا على حيطة تانية، هيطير على السرير، هيطير على الكنبة، ايا كان المكان اللي انتي بتستخدمي او بتعملي فيه. المكنسة بقى هنا هتبقى دراعك اليمين. زي ما انتم شايفين كده ببدأ ان انا اشفط الكنبة كويس جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده معايا بشيل منها اي تراب خالص خالص. بيبقى فيه بقى لو بقعة من ايد الولاد، حد في ايده شوكولاتة، حد في ايده اي حاجة، طبعا ده بيبقى وارد معانا. اي نعم، انا كتير يعني بحذر عليهم كتير، بس برضو ما يعني مش هنخلى من ايد سليم مثلا فيها شوكليت فيها حاجة وراح على الكنبة ماسك علبة زبادي، الكلام ده كله. هشفط كده كويس وهنغسلها.
زي ما انتم شايفين كده بالجوانتي المايكرو فايبر ده او اي فوطه مايكرو فايبر كده، والكلوروكس الالوان. وبس بقى عايزه اقول لكم بيخلي اولا الحيطان كويسه جدا، والانتريه زي ما انتم شايفين لو كان في عليه اي بقعه كده مسكت الكنبه كلها حتى تكبتتك كده ايه اكلناها، ظبطناها جدا. وبعد ما بنخلص بقى كده بنجيب فوطه برضو تاني مايكرو فايبر، وببدا ان انا انشف الصابون اللي عملنا بيه الحيطان كده كويس جدا. احنا خلصنا الكنبه ودخلنا على الحيطان، وزي ما عملنا في الكنبه الكبيره دي هبدا ان انا اعمل برضو في الكنبه الصغيره. بصوا خلصنا كده بقى تنظيف الكنب. بصوا انا شلت الكراسي من الحيطه ديت، عايزه اغير الشكل. فطبعا هقفل بقى الكاميرا وبعدين هغير وهوريكم في الاخر، ورايكم يهمني جدا جدا. انا اديت برضو للحيطان مسحه كويسه. انا نقلت الكنبه الصغيره هنا كده، بس حسيت ان انا مش مرتاحه، فهعمل ايه؟ هجيب هنا كده الكنبه الكبيره هجيبها مكانها واخلي الكراسي كده. هو انا مش عارفه في الاخر هيبقى شكله ايه، بس ادينا بنجرب وهنشوف. انتوا فاهمين يعني ايه؟ الكنبه الصغيره دي هجيبها مكان الكبيره هنا اوعى لي، والكرسيين ممكن اخليهم زي ما هما. انا عايزه اعمل تغيير جذري في الريسبشن كده، فتعالوا نشوف هنعمل ايه. يعني هغير واوريكم عشان الجو حر بصراحه، وانا مش قادره ان انا البس اسدال او كده واصور بيه. فهجرب واظبط واوريكم في الاخر النتيجه يعني، وطبعا استنى رايكم. ايه رأيكم بقى كده؟ عايزة رأيكم في الكومنتات بجد بجد بجد، مستنية رأيكم تقولولي الشكل كده حلو ولا لأ. انا جبت الكنبة الكبيرة في وش الباب كده، وعلى اليمين بتاعها النيش، وجبت قدامها كده الجزامة، وجنب الجزامة حطيت الكرسيين كده. طبعا الشكل النهائي في الاخر هيبان. آه ايه رأيكم بقى كده؟ طبعا سليم كان جه هنا من المدرسة، لان انا عملت حاجات كتير قبل ما يجي، يعني قبل ما بعد ما فطرنا وروقت جوه عشان ابقى الدنيا معايا بره. تمام. فروقته جوه كله، خليت بس الريسبشن كان سليم لسه جاي اهو من المدرسه يا دوب اغير وايه حبينا هو يطلع في الفيديو معانا. بصوا بقى التغيير دوت. هستنى رايكم وتقولوا لي ايه الدنيا في عامل يعني عامله ازاي. تمام. هنا بقى جبت الكلولير بتاع المسح ده، عايزه اقول لكم تحفه. هو بريحه الصنوبر، وبيجدي بقى يعني بيشيل الجراثيم، وحلو جدا جدا. هبدا ان انا امسح بيه كده الريسبشن كله. طبعا احنا عملنا الريسبشن كله بالمكنسه، في حاجات كتير جدا عملتها ورا الكاميرا علشان يعني ما طولش الفيديو عليكم. هنبدأ بقى ان احنا نمسح كويس جدا كده، وتعالوا بقى نغسل كمان حديد البلكونة. غسلت بقى باب البلكونه الحديد، ولمعت كمان الباب الالومنتال بالجلانس كده، ومسكت البلكونه بقى اديتها تنفيضه حلوه. شلت بقى السلم بقى، وبصوا خليتها زي الفل. وادي كمان الباب اهو. عايزه اقول لكم الميه غسلتني من جوايا قبل ما تغسل كده حاجه. وهنا هبدا ان انا بقى ايه افرش الشقه، وما ننساش المجرى بقول لكم اهو معانا. هبدا ان انا بقى افرش الشقه على او الريسبشن، علشان اعمل لكم كده جولة فيه بعد التغيير الجامد ده، ونقول بسم الله ما شاء الله كده. عايزة اقول لكم انا عجبني جدا جدا جدا. حسيت الريسبشن وسع قوي. الكنبة اللي كنت عاملاها زي الركنة كده كانت واكلة من الريسبشن كتير جدا.
ممكن اعملها تاني في تنظيفات الشتاء، بس يعني مبدئيا حلو جدا. جبت سلم الديكور ده، وكمان طبعا اتمسح وكل حاجة عليه اتمسحت وبقت زي الفل. حطيته كده جنب النيش زي ما انتم شايفين، النظافة كده بتنور وبتتكلم لوحدها ما شاء الله كده. بصوا، وادي النيش اهو جنبيه. ايه رأيكم بقى كده؟ بجد هستنى رأيكم، يعني رأيكم هيهمني جدا جدا. بصوا ما شاء الله لا قوة الا بالله. لا انا حابة الموضوع كده، وحاسة ان انا عملت تغيير جذري بصراحة في الريسبشن. ايه رأيكم بقى في المفارش القمر اللي انا حطيتها على الجزامة كده، لايقة كده من على الجزامة، شكلها حلو قوي. والكراسي حطيت عليهم الكوشن الفر، وكمان الكوشن الفيونكة اللي هي معمولة بال ال إيه اسمه إيه، مش عارفة القماشة بتاعتها دي اسمها تقريبا قشرة السمكة، اللي هي بتدي ألوان كده مختلفة. انا جايباها جراي في كشمير كده عشان تليق مع الكراسي. بصوا الكراسي هنا شكلهم حلو جدا. ايه رأيكم بقى؟ وحطيت بقى على الترابيزة بتاعت الشاشة كده المفرش الفرو ده والزرعتين القمر دول كده. انا حاليا مش هنقعد في الريسبشن، هتبقى قعدتنا جوه في الاوضه لحد ما نزهق شويه نطلع بره، انتوا عارفين كده يعني. بصوا الدنيا قمر قوي بصراحه. يلا هقفل بقى معاكم الفيديو هنا، وهسيبكم تكملوا الجوله كده مع الهدوء كده والسكينه. اشوفكم في فيديو جديد، ما تنسونيش من الكومنتات واللايكات، والسلام عليكم.